عايزين بقى نبدأ معاك بإيه الأول؟ يعني زي ما حضرتك تحب. حابب نتكلم في الأول في مجال الكتابة ولا في الفن والجيتار والحاجات الحلوة دي؟ أنا محمد عبد المنعم، عندي 30 سنة، من مواليد محافظة المنيا، روائي وشاعر وعازف جيتار. الأمر يعني أمر جيني عندي، اللي هو عمامي كانوا بيكتبوا روائيات وشعراء، عشان كده أنا الأمر طلع عندي جيني، بكتب من وأنا عندي 18 سنة في الحدود دي يعني. وبعد كده ابتديت ألعب جيتار، والوقت ابتديت ألحن، وابتديت يعني أعمل معزوفات خاصة بي أنا. الله برافو عليك والله. قولي يا محمد، انت دخلت مسابقات قبل كده؟ خدت جوائز؟ شاركت في أكتر من مسابقة، لكن أنا بحب أكون هاوي، بحب أكون على طبيعتي بدون ما حد يقيد ويحكم عليا. بحب اللي أنا أعزف حاجة وأحملها على موقع التواصل الاجتماعي، والجمهور بقى هو اللي بيقول كلمته. وانت بدأت امتى؟ بدأت أول جامعة في 2012. طب حلو قوي. وازاي عارف تحافظ على الموهبة كده وبتطور منها ازاي، وعايز توصل لإيه؟ يعني هدفك توصل لإيه فيها؟ يعني الموهبة أنا بتدرب يوميا، ويعني أتمنى اللي أنا أوصل اللي أنا أعمل أغنية لفنان كبير عمرو دياب. طيب أنا سمعت إن أنت يعني بتتكلم كمان فرنساوي كويس جدا. وتقريبا عامل كتابات باللغة دي. أنا كاتب الرواية بتاعتي، كنت هناك بين العبودية والترحال. هكون مشارك فيها إن شاء الله في مسابقة الشيخ زايد في أبو ظبي قريب إن شاء الله. هي بتتكلم عن أحداث أسبغيد وغيال في القرن الثامن عشر. يعني هي بتحكي عن تبادل الروح أو انبعاث الروح مرة تانية. بحاول اللي أنا كتبت فيها 3 مراحل. يعني هي الرواية ينفع تكتب فيها ب3 طرق مختلفة. أنا جمعت فيها ال3 طرق دي. أول حاجة بيكون البطل محمد، البطل محمد بيكون في القاهرة، دي بتكون بطريقة معينة. بعد كده بيروح المغرب العربي، دي بتكون بطريقة معينة. بعد كده آخر مرحلة بيكون في أمريكا، فدي بتكون مكتوبة فرنش كلها.